ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تعرض لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان بشرا، وجبريل يرى محمد صلى الله عليه وسلم الأشياء ثم يقول ما هذا يا جبريل، يسمع صوتا فيقول ما هذا يا جبريل، فيقول له هذا كذا وكذا وكذا وكذا. لكنه لما صعد إلى السماء كان يرى المرائي فلا يستفهم من جبريل عنها، ويسمع فيفهم بالسماع. إذن فقد تحول شيء في ذاتية محمد، وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل، ورائية بلا واسطة أحد. إذن فتلك إراءة في الأرض، وأما في السماء فرأى برؤية. ثم بعد ذلك نجد أنه بعدما انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملكيا كالملائكة بقانونهم، يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم عنهم، بعد ذلك يأتي في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى فينتهي حد جبريل، ثم بعد ذلك يزج برسول الله في سبحات النور ولم يكن جبريل معه. دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ارتقى ارتقاء آخر، ونقل من ملكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى إلى شيء من الممكن أن يتحمل ما وراء سدرة المنتهى بما لا يوجد لجبريل عليه السلام. إذن فمحمد كان بشرا في الأرض مع جبريل، وبعد ذلك كانت له ملكية مع الرسل ومع جبريل في السماء، وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية، حتى أن جبريل نفسه يقول له أنا لو تقدمت لاحترقت، وأنت لو تقدمت لاخترقت. إذن فذاتية محمد حصل فيها شيء من التغيير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلى. جبريل بملكيته لا يستطيع أن يخترق، وإلا احترق، وهو يستطيع أن يخترق. إذن فثلاثة أشياء حدثت لمحمد: بشرية في الأرض معونة بالمدد، وبعد ذلك ملكية في السماء قبل سدرة المنتهى، وبعد ذلك ملكية فوق الملكية التي كانت بعد سدرة المنتهى يتعرض فيها إلى أن يصير قاب قوسين أو أدنى، ويتعرض فيها إلى خطاب الرب، ويتعرض فيها إلى رؤية الرب على خلاف العلماء في ذلك. هل في وجه شبه بين الكلام اللي تفضلت فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي بيه دلوقتي وبين الآيات اللي بتتكلم عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني؟ نعم. هنا نلاحظ أن السؤال من موسى عليه السلام كان من عين البشرية التي لمحمد، لأن موسى لم يسأل الرؤيا وإنما سأل الإراءة، لأنه في الأرض رب أرني أنظر إليك، وأرني يعني المطلوب فيها الإراءة، يعني إن ترني أنظر، إن لم ترني لا أنظر، فكأنني بطبيعة تكويني لا أقدر أن أنظر إليك، ولكن إن عدلت فيها وأريتني أرى، أرني أنظر. فكأن المطلوب من موسى مش الرؤية، الإراءة، لأنه يعلم بطبيعة تكوينه أنه لا يرى، ولكن الذي خلقه يستطيع أن يريه. فإذا المطلوب من موسى الإراءة، كالذي حدث لمين؟ كالذي حدث لمحمد في آية الإسراء الأرضية لنريه، برضه هي إراءة. وبعد ذلك نبحث بحثا آخر في الجو، رب أرني أنظر إليك، كأن موسى يقول أنا بطبيعة تكويني لا أقدر على أن أراك، لكن أنت خالقي وخالق القوانين، فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عندك أن أرى، فإن أريتني أنظر وإن لم ترني لا أستطيع. فماذا كان جواب الحق له؟ كان جواب الحق له لن تراني. إذن فالمانع ليس من جهة الحق، ولكن المانع من جهة موسى. ما قالش لن أرى، قال لن تراني، أي إن طبيعتك التكوينية ما تقواش على رؤيتي. ولو أن الحق لا يرى كان قال له لن أرى وينتهي الإشكال، إنما قال له لن تراني. وبعد ذلك قال له ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقه على شيء مادي موجود وهو الجبل مخلوق، والجبل ولا شك أمر موجود قدام موسى، والجبل بلا شك عندنا وعند موسى أقوى بنية من موسى وأشد صلابة. فلما تجلى ربه للجبل، الله، إذا لا مانع أن يتجلى الحق على بعض الخلق، وقد تجلى الحق على الجبل،
ولكن الجبل الصلد القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته ومع قوته. حينئذ نفهم أن السر في قوله لن تراني أن طبيعة تكوينك لا تتحمل رؤيتي، بدليل أنك لو نظرت إلى الجبل وأنا سأتجلى للجبل إن استقر الجبل مكانه فاعلم أنك تقدر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فموسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ يبقى ما يقواش. إذن فقول الحق لن تراني دليل على أن طبيعة تكوين البشر ليست معدة إعدادا بحيث تستطيع أن ترى ربها. أما الله فمن الممكن أن يرى، ولكن تعدل طبيعتنا على أنها تقوى على رؤيته. الدليل على ذلك أن الله تجلى على الجبل. ما دام تجلى على الجبل والجبل خلق، إذا من الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه، ولكن بعض خلقه يتحمل التجلي أو لا يتحمله. فمن رحمته أنه لا يتجلى لنا، لأن طبيعة تكوننا لا تتحمل ذلك التجلي. الجبل أهو صار إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فسؤال موسى لله أرني دليل على أن ذلك ليس محالا وعلى أن ذلك ليس ممكنا، لأن كثير من الرسل تصرفوا تصرفات الله لم يقف منهم موقفه من موسى، بل قال لا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا سأل نبي سؤالا يكون لا جواب له يقول له لا تسألني ما ليس لك بعلم. لم يقل لموسى لا تسألني ما ليس لك بعلم، وإنما قال له بالدليل المنطقي لن تراني أنت ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر. إذن فعدم تجلي الله على موسى رحمة بموسى. ليه؟ حتى لا يتفتت تفتت الجبل اللي أقوى منه حصل له. فكيف بموسى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هل هذه الصورة تجعلنا نعود إلى الآية مرة أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ نعم. ونفهم منها فهم آخر؟ نعم. احنا قلنا بقى أن الذي كان في الأرض إراءة لأن في بشرية، فلما نقل إلى السماء البشرية شوية انحلت عن الرسول والملكية هي اللي طغت، فأصبح يتخاطب مع الملائكة ويكلم الرسل الذين ماتوا ويلتقي بهم وهو إلى آخره. وبعد ذلك قلنا المرحلة الثالثة اللي ما يقواش عليها حتى الملك وهو جبريل، ملك من الملائكة العظام وهو جبريل، قال له لا لحد هنا. يدل ذلك على أن محمد نقل نقلة أخرى فوق الملكية، نقل نقلة أخرى فوق الملكية ليهيئ لماذا؟ ليهيئ إلى كلام الرب المباشر وإلى الرؤية على الخلاف فيها، ولسنتكلم عن الخلاف في هذه الرؤية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال إيه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى تجادلونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا وقفة في النص لأن نصوص القرآن لأنها من الله كل لفظ له إيحاءه. فإذا قال الله أفتمارونه على ما يرى أي أفتجادلونه إن قال لكم رأيت كذا وكذا وكذا لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وبعد ذلك لما جاء في المرحلة الأخيرة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا إخبار من الله، فكأن ذلك لم يكن من محمد، كأن محمد قال ما تطيقه عقول البشر فقال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. لكن الموضوع